السلام عليكم، أنا دينا شعراوي ودي الشانل بتاعتي بوليمر كرافتس. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعمل المج ده. عليه ورد البيوني وورد بلدي وورد صغير. أنا هستعمل المرة دي صلصال بروتو، ودي الألوان اللي هستخدمها ودي الأدوات اللي هستعملها: الرولر والقطاعات الصغيرة والكاتر والبول تولز الكبيرة والصغيرة وطباعة ورق الشجر. أول حاجة هفرد اللون اللي هعمل بيه الوردة البيوني. اللون ده زي ما تقولوا نبيتي. هستعمل فيه القطاعات الدواير. هعمل حوالي 8 دواير صغيرين، وهعمل حوالي 6 أو 7 دواير أكبر منهم شوية. دلوقتي بقى هناخد اللون الأصفر ونعمل بيه قلب الوردة. هنعمل زي كورة، ويعني نازل منها حتة من الصلصال لتحت عشان هي دي اللي هنمسك بيها الوردة، بحيث انها ما تبصش مننا. والزيادة دي هنقطعها بعد كده بعد ما نخلص. هناخد بقى سن الكاتر بتاعنا او النيدل تول ونعمل بيها الشكل ده على الوردة. هننقط كده كأنه زي ما كنا بنعمل الفرو بتاع الدبدوب في الفيديو بتاع الدبدوب الميتيو، نفس الطريقة بالظبط. ونشيل دي على جنب. انا الحتة دي في الفيديو مش هسرعها عشان اوريكم ازاي بنعمل البتلات بتاعة الوردة البيوني. هناخد دايرة دايرة وناخد البول تول الصغيرة، وزي ما انتوا شايفين في الفيديو كده نفضل نمد فيها من حرف واحد بس كذا مرة. وبعد كده هنجيب بول تول الكبيرة ونلفها بالطريقة دي. انا ما بطريش الصلصال بتاعي قوي لدرجة انه يزهقني، بس لو لقيتوه طري قوي ممكن تبلوا البول تول الكبيرة بمية وانتوا بتكوروها كده عشان ما يتلزقش في البول تول نفسها. هوريها لكم مرة كمان. والكلام ده هنعمله في الدوائر الكبيرة والصغيرة. هناخد البول تول الصغيرة نقعد نمد فيها من ناحية واحدة بس. احنا عايزين الافكت ده، عايزين الشكل ده يكون موجود. بعدين نشيلها من على ايدينا عشان كانت لازقة كده ونحطها تاني، ونبدأ بالبول تول الكبيرة. زي ما قلت لكم لو بتلزق البول تول الكبيرة في الشكل واحنا بنكوره يبقى نحط فيها نقطة مية، حاجة بسيطة خالص عشان ما تلزقش في الشكل. انا هعمل كده في بقية البتلات. دلوقتي هناخد البتلات الصغيرة ونحطهم حوالين القلب الأصفر بتاع الوردة بحيث انهم يكونوا شكل مثلث. ونعمل دلوقتي طبقة تانية برضو من البتلات الصغيرة. دايما نخلي بالنا ان البتلة اللي ركبناها في الاول نلزق نصها والنص التاني نسيبه فاضي، عشان البتلة الاخيرة اللي هنركبها هندخلها فيها من جوه بحيث انها تبقى لفة على بعضها. اهو زي ما احنا شايفين دي كده لفة. كمان هناخد بقى البتلات الكبيرة ونعمل فيها نفس الكلام بالظبط. انا بقى عايزه افتحها شويه، فبجيب البول تول من اخر باتة انا عملتها وابدا افتح وافضل امشي واحده واحده، مش من جوه، من بره لجوه مش من جوه لبره، عشان شكل الورده يفضل زي ما هو ما يبصش. الخطوه دي بنعملها بالراحه خالص.
شايفين الحته الزياده اللي تحت دي؟ هنقص بقى الكلام ده بالقطر، بس بالراحه خالص عشان ما نبوظش شكل الورده مننا. وهنشيلها على جنب. انا هعمل من دي وردتين، دي كنت مجهزاها من الاول. هنسيبهم بقى الاتنين على جنب دلوقتي، ونبدأ نشتغل في بقية الورود التانية. الورد البلدي هخلط ابيض مع اللون الاحمر ده النبيتي ده اللي انا عملت فيه البيوني، وهحط معاهم حته لونها اصفر. انا بحب اخلط الالوان بنفسي عشان خاطر يبقوا لايقين على بعض. انا كنت عملت الوردة بلدي قبل كده في فيديوهين، لو حابين تبصوا عليهم بالتفصيل ممكن تبصوا عليهم في القناة بتاعتي هتلاقوهم. اول فيديو خالص عملته اللي هو بوكيه ورد على ماج، والفيديو التاني اللي هو بتاع الحلقة. هنا انا هعمل نفس الطريقة بس ممكن تبقى اسرع شوية. كل الفكرة ان احنا هنعمل شكل سلندر او شكل اسطوانة، الصلصال على شكل اسطوانة، وهنقعد نقطع بيه فيه بالكتر قطع صغيرة قد بعض. وبعدين القطع الصغيرة دي هنفردها، مش مهم يبقى شكلها بتلات قوي، مهم انها تكون مفرودة دايرة تقريبا شكل دايرة او بيضاوي مفرود، ونقعد نحطهم كده فوق بعض ونتني من الحرف عشان خاطر يدينا شكل وردة طبيعية. بعد ما نخلص الوردة برضو هنقطعها من تحت بالكتر ونسيبها على جنب. انا هعمل من الوردة دي برضو 2. دلوقتي بقى ناخد اللون الاخضر وهنحطه على المج، هنستعمله علشان خاطر نعمل الارضية بتاعة الورد اللي هنحط عليها الورد يعني، وهنعمل منه طبعا ورق الشجر. ورق الشجر في الفيديو ده انا مستعملة اللي هي المولد او الطباعة، انا كنت جايباها من جروب على الفيسبوك بيبيع ادوات صلصال حراري. هنحطها بالشكل ده زي ما شفنا. الاول هنعملها على شكل ورقة شجر، وبعدين هنحطها في وسط الطباعة بالمنظر ده، ونلزقها في المكان اللي احنا حابين نحطها فيه. انا هعمل 4 ورقات شجر، هوريكوا 2 والاتنين التانيين هيبقوا مش هصورهم. نفس الكلام على شكل ورقة شجر او على شكل دمعة عين، ونحطها عشان تاخد شكل ورقة الشجر. في طريقة تانية كمان لورق الشجر انا كنت عملتها في الفيديوهات اللي قلتلكوا عليها من شوية، ممكن تبقوا تبصوا عليهم في القناة برضو. بس لزقناهم كده مكانهم، ونبدأ بقى ان احنا عايزين نحط الوردات اللي احنا اوريدي عملناهم على جنب دول، عايزين نلزقهم على الصلصال. انا استخدمت صلصال سائل او ليكويد كلاي عشان اثبت الحاجة واضمن انها ما تقعش مع الاستخدام، عشان كمان مبوظهاش وانا بحطها. لقيت ان الوردة البلدي محتاجة تتقطع سنة كمان، فقطعتها وهلزقها برضو بنفس الكلام بليكويد كلاي.
هنعمل دلوقتي الوردات الصغيرة، ودي خلطت لون ابيض مع لون مع لون قليل جدا من لون الفوشيا او النبيتي اللي انا بستخدمه ده، فعشان يديني الدرجة دي اللي هي ابيض مدي على روز شوية. وهنفرده خالص بالرولر بتاعتنا، وبعدين هنجيب القطاعات الورد الكبيرة والصغيرة، هنستعمل الاتنين. نقطع منهم بالعدد اللي احنا حابينه. هناخد بقى واحدة واحدة ونحطها على ايدينا، وبالبول تول الكبيرة نطبقها كده علشان خاطر تطلع رفيعة. الورد كل ما يبقى ارفع كل ما يبقى شكله طبيعي اكتر، وهنعمل كده في كل الوردات. وبس دلوقتي بقى هناخد واحدة واحدة من دول بالبول تول الصغيرة ونلزقهم مكان ما احنا عايزين في الشكل، وكل ما نلزق واحدة نقعد نظبط فيها من الجناب عشان خاطر تبقى محطوطة مظبوطة. هناخد بقى اللون الاصفر ونعمل بيه قلب الوردات اللي احنا لسه عاملينها اخر واحدة دي. هنقطع دواير صغيرة خالص، وهنحط ليكويد كلاي في وسط الوردة، ونحط بعد كده قلب الوردة الاصفر اللي احنا عملناه. ما ننساش بقى نستخدم الوان باستيل عشان خاطر ندي شكل طبيعي اكتر للورق الشجر وللورد. اللون الاحمر شوية ده انا هستخدمه على ورق الشجر عشان يديني منظر طبيعي اكتر. وكمان هستخدم اللون الاصفر عشان اعمل بيه قلب الوردات الصغيرة. كده احنا تقريبا خلاص خلصنا، ده كده المج خلص، وهنعمل نفس الكلام في الطبق بتاعه، تقريبا نفس الكلام. فانا هسرع الجزء اللي جاي ده من الفيديو. لو عجبكم بليز متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولو عندكم اي اسئله او اي كومنتات بليز قولوها لي تحت في الكومنت سيكشن.
جماعة أنا عايزة أقول لكم كمان أنا مبسوطة جدا جدا إن القناة بتكبر، وهي بتكبر بيكو، وبجد ميرسي جدا لكل اللي اشتركوا عندي في القناة ولكل الناس اللي بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. وبتمنى بجد لو الفيديوهات كويسة هتساعدوني كتير قوي لو انتوا عملتوا شير للفيديوز وخليتوا الناس كلها اللي تعرفوهم بيحبوا يشتغلوا صلصال حراري كمان يشوفوها ويستفيدوا منها. كل ما ناس تشوفها اكتر وكل ما القناة تتعرف اكتر كل ما هعرف اعمل فيديوهات اكتر ليكم. بتمنى بجد تكون القناة بتفيدكم على قد ما اقدر، والله بحاول ان انا اعمل فيديوهات اسبوعيا، بس سامحوني لو في بعض الاحيان مش بلحق. وبس، ميرسي ليكم، باي باي.